بيتكلموا عليه كتير وبيفتروا، بيقولوا جيش المكرونة وخط الجمبري، وبيتكلموا كتير وبيشتموا الضابط والعسكري، ويقولوا كلام يقلل من حماس الجيش. أصل الحكاية بدأت من زمان، من أيام سامح نجيب ومخطط الإخوان، تدمير الجيش وكسر العمود الفقري للدولة سنة 2011. بيحاولوا يكسروا حماسه ويقللوا من أهميته، وبيعادوا الجيش وهو سند الدولة الوحيد وخطوط دفاع لا تقهر. والناس بتردد وبيقولوا الجيش داخل في كل القطاعات وبيعمل مشروعات وشركات، ونسيوا انه بيصرف على نفسه من اقوى جيوش افريقيا والعالم، ومخوف الاعداء كلهم ومرجعهم ورا، علشان قوة ايمانه وعقيدته لا تهزم ولا تقهر، فهم خير جنود الله على الارض. وعلشان كده العدو خايف مننا وعامل حساب لنا. والحكاية بدأت من أول ما تجلى الله على أرضها واختارها واصطفاها وقدرها، وخلق المصريين في رباط إلى يوم الدين، فهي مركز القوة للعالم، ومركز الإيمان للمسلمين، ومركز الأمل للعرب، ومركز الحضارة للكون، ومكان اختاره رب الكون. بيقولوا كل ده سلاح وليه رفال، وما يعرفوش إن الله قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. سيبوهم يقولوا ويسبوا ويشتموا، بس اللي جاي أقوى واللي هيغلط هيتحاسب أونلاين أو أوفلاين، علشان خاطر جيشنا وعظمة الجنود والضباط، وعلشان هم في مهمة من أقوى وأخطر المهام على الأرض منذ بداية الكون. قررنا نحن صرف مكافآت وترقيات وعلاوات وحوافز للجيش والمصريين، حركة تشجيعية في يوم الحماس لجذب قوة الرباط والتحدي والقوة، وأي حد غلط هيتحاسب، فلاش باك وهيتعاقب، وإجراءات أمنية مشددة في الطرق والمواصلات والميادين والشوارع والمراكز الحكومية والعامة، وغلق المطارات أمام جنسيات، ونشر توجيهات وتوعية لحرب عالمية سلسة مدمرة، وخطبة عامة للمصريين عن آية في القرآن العظيم: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وتوجيهات لعناصر التغيير وتحديد السلبيات المجتمعية، ونشر الأخلاقيات وحسن الخلق، وإيد بتبني وإيد بتحارب، وعين بتشوف ولسان بيتكلم وقلم بيكتب، وإن الله لرؤوف رحيم لجميع المؤمنين، والله معنا والملائكة معنا.